السلام عليكم يا شباب. النهارده احنا هنتكلم عن روح كانت عايشة وسطينا. روح تاهت وضاعت واتألمت وماتت مليون مرة قبل ما تفارقنا. هنتكلم النهارده عن زينب المهدي، عن شابة بسيطة جدا في يوم من الأيام بعتت لي علشان نهتم بملف البنات والمعتقلين. كان اسم المجموعة اللي احنا شغالين فيها أنامل المستقبل. هي كانت شايفة إن هي شغالة للمستقبل. سنة كاملة زينب وزيها طبعا شباب كتير جدا شغال في الملف ده، كان بتشوف تقارير وانتهاكات بتحصل واعتقالات للبنات وبتقرا توثيقات الرجالة ذات نفسها ما بتقدرش تستحملها. ممكن يكون احنا مهتمناش ببعض، حصل ما بينا تقصير، يئسنا، وفي النهاية فوجئنا كلنا بوفاة زينب. في ناس كتير بعديها فكرت ان هي تعمل زي زينب. بس هو السؤال هو مش معنى ان احنا الشيطان كسبنا في معركة وعرف يقطف زهرة من وسطينا ان احنا نسمح له انه ينتصر علينا في معارك تانية كتير. هو الاصل اساسا في العمل اللي احنا بنعمله ده ايه؟ هل يعني احنا ليه اساسا شغالين في المعركة دي؟ احنا هدفنا ان احنا ننور العتمة. كل انتهاك بيحصل احنا ننوره ونقول للناس في انتهاكات بيحصل، لان عدونا بيكره النور. هدفنا ان احنا نكسر سور جمهورية الخوف اللي هو بيبنيه كل يوم بسرعة، واحنا بنحاول نهد قصاده كل يوم بسرعة، مش علشان احنا عارفين ان احنا كده هنجيب حق الناس، لان حق الناس مش هيجي الا بالناس اللي شغالة في الشارع شغل الميدان، ولكن علشان نخف الضغط عن الناس. فاحنا بنحاول نكون اكسجين بيمد الجسد بتاع الثورة بالحياة فقط. احنا عامل مساعد مش عامل رئيسي، علشان نقدر وتقدروا انتوا كمان تكملوا. الرسول صلى الله عليه وسلم أوذي واترمى عليه زبالة وحوصر في شعب مكة، وكان ممنوع عنه الشرب والطعام، وفقد ستنا خديجة أحب الناس إلى قلبه، فقد عمه أبو طالب، فقد ابنه، لدرجة إن هو سمى العام ده عام الحزن. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه من ربه يسمي هذا العام عام الحزن، لأنه لم يطيق، يعني ما طاقش الحزن اللي كان فيه فسماه عام الحزن. وظل طول عمره لا ينسى ستنا خديجة ولا ينسى عمه أبو طالب، لدرجة إنه فتح مكة شاف سيدة ماشية من بعيد فساب كل الناس وراح قعد معاها. فهم أصحابه بتسأله بالليل أنت مين اللي أخدك منا ده؟ فقال لهم تلك كانت صديقة خديجة، فرأيتها فتذكرت أيام خديجة فقلت لها اجلسي حتى نتذكر تلك الأيام. ده معنى الحديث. وعلشان هو كمان ما كانش ناسي الحزن ده، سيدنا أبو بكر ووالده جاي يسلم، سيدنا أبو بكر بكى. وما سأل الرسول وابتسم أتبكي يعني علشان والدك أسلم يعني؟ فقال له لا، أنا تمنيت إن اللي يسلم دلوقتي هو عمك فيقر الله به عينك. يعني الرسول كان بيتألم حتى هذا الوقت. مفيش حد فينا ما عيطش وما بكاش على زينب، ولكن هل احنا هنستسلم ونخليهم هم يكسبوا معركتهم ضدنا ولا لا؟ ده السؤال اللي كل واحد فينا لازم يجاوبه دلوقتي. كل واحد فينا لازم يسأل نفسه هو ايه اساسا حلمه. هل انت حلمك انك تساعد الناس وبس؟ طب انت بتساعدهم ليه؟ علشان ايه؟ ليكون الدين كله لله، علشان لما الدين ده يمكن من الناس تجد العدل والحرية والقيم وكل المعاني اللي احنا بننادي بيها، ولا علشان والله ننصر المستضعف ويفضل الظالم موجود ويفضل ظلمه أيضا موجود ونحاول ننصر المستضعف تاني وهكذا ونفضل عايشين في الدوامة دي؟ لأ، احنا شغالين علشان نيجي في يوم من الأيام ما نشوفش طفلة مسكينة نايمة قدام باب المترو ومش لاقي حد يغطيها. هي أساسا المفروض ما تكونش في الشارع، هي المفروض أساسا تكون في بيت تعامل معاملة آدمية، مش عشان البائع الجوال ده بدل ما نوفر له مكان ياكل منه عيش نروح نخلي أمين شرطة خلاص وكام ضابط وعسكري يروحوا رايحين رامين له عربيته ويضيعوا مصدر رزقه علشان ما نلاقيش حتى حراميه بيسرقونا. احنا مش نفسنا في كده، مش عاوزين نبقى عايشين في مجتمع مريض ولا بيتم بتصدير له ثقافه الرأس. المجتمع بيجري ورا الشهوات اللي بتترمي له من النظام عشان ينسيه الواقع المرير اللي هو عايش فيه.
دي اصل رسالتنا، احنا عاوزين ننهض بمجتمعنا، عاوزين نكسب معركتنا ضد الشياطين دول اللي هم اعوان للشيطان بقى الاكبر، لكن هم في الاخر دول شياطين الانس اللي احنا بنحاربهم دلوقتي. اللي عاوز يساعد واللي عاوز ما يعني يفتكر زينب بالخير ما يستسلمش. والمعركة مش بس كلام على الفيسبوك او انك توثق، لا، كل واحد فينا يقدر يعمل حاجة. كل واحد فينا يقدر كل يوم يبقى تلفزيون متحرك في الشارع وسط اصحابه وقرايبه، والناس اللي انت بتثق فيهم على الاقل، لان هم كمان هيتكلموا قصاد ناس تانية. خلي المجتمع يحس بالحزن والقهر اللي موجود فيه، علشان ده هو اللي هيساعد في ثورة بجد. شكرا ليك يا شباب.